بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، لفت نظري واحنا في البنزينة بنشحن بنزين للعربية حاج كبير في السن. ازيك يا حاج؟ 63 سنة. اسمك ايه؟ عبد الفتاح أحمد الطنطاوي. ايه اللي عمل فيك كده يا حاج؟ جوز بناتي الاثنين. الاتنين متفقين عليك؟ الاثنين متفقين عليه وهجموا عليا في البيت، عملوا فيا كده. طب ومتفقين عليك ليه؟ ما بيضربوا في نسوانهم بالسكاكين. فانت خفت على بناتك؟ لا، بناتي طفشت، البنتين طفشت. يا نهار أبيض، ما تعرفش عنهم حاجة؟ بقالهم شهر. يعني البنتين طفشين بقالهم شهر؟ طفشانين بقالهم شهر. وكل يوم اروح المباحث ابلغهم. فهم قعدوا متضايقين من مروحك المباحث؟ يقولوا لي امن عليه واحنا نيجي ناخده. طب وانت هتأمن عليه ازاي وانت راجل كبير وما انتش مش عارف. وايدك متجبسه لا، لسه وهدومك متجبس دلوقتي. متجبس دلوقتي الشرايين وهدومك كلها مقطعة، غريبه. ايدي متقطعة. ده الف سلامة عليك، شفاك الله وعافاك. وهم يعني اساميهم ايه ولا وضعهم ايه؟ أسامة أحمد الباز من شاوي. وأحمد أشرف أحمد أشرف. اي مديرية امن قريبة بالله عليكم، ما ينفعش وما يصحش يبقى راجل في السن ده. عندي 63 سنة، راجل معاش. وعنده 63 سنة ومعاش. انت كنت موظف؟ كنت في الشرطة. كنت في الشرطة؟ خفيف. وما خافوش منك؟ خافوا من ربنا، هم خافوا من ربنا عشان لا اله الا الله. ده حالة والله، هي فجأة وسبحان الله. انا لفت نظر انه كله دم بدم، فقلت ما يصحش ان فعلا عمال واقع ومحدش معبرني. لا وولاده طفشين لا يعرف عنه اي حاجة. يعني اللي بيخدموه وفايقين هيخدموه او حاجة ما همش موجودين. وده حالة طبيعية موجودة من الشارع، من المنصورة. يا ريت يا ريت من شاور تبع المنصورة اي اسم يشوف الحالة يتعاطف وياه. احنا قلنا اسمك ايه بالظبط؟ عبد الفتاح احمد الطنطاوي. معاك رقم تليفون عشان حد يتواصل وياك؟ قول رقم تليفون. 010 80 430 744. وده رقم تليفونه، اي حد هيرن عليه هيوصل له في الحال.